السلام عليكم، كيف دايرين؟ كنتمنى تكون احوالكم طيبه ومرحبا بكم معايا في قناتكم دجا في المطبخ. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الدجاج محمر كيطيب في الكوكوط، كيجي بنين وخطير. طريقه التحضير ديالو سهله وسريعه. الى عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش انا بالتعاليق الزوينه ديالكم اللي كتشجعنا باش نعطيو المزيد. تابعوا معايا المقادير وفرجه ممتعه. غادي نبداو على بركة الله. غادي ناخدو دجاجة متوسطة، انا قطعتها على هذا الشكل هذا. غادي ناخد هنا بصلة وثلاثة الفصوصة ديال الثومة اللي طحنتهم في الطحانة الكهربائية، زوج المعالق ديال البقدونس اي المعدنوس، عندي هنا نصف حامضة مصيرة، عندي ملعقة ديال معجون الطماطم، عندي هنا عود ديال القرفة، زنجبيل، كركم، بابريكا، وعندي كذلك الفلفل الأسود والقليل من الملح حسب الذوق. بالنسبة للمقادير غادي نخليها لكم كلها في صندوق الوصف. غادي ناخذ بول وغادي نوضع فيه المكونات كلها اللي سبق ذكرت لكم. غنضيف التوابل كذلك. هنا الدجاج كيبقى على حسب عدد الاشخاص اللي عندكم. هنا انا ما زولش ليه الجلده بحكم انني باغا نحمرو. الا بغيتو تزولوها ليه كيرجع لكم الاختيار. غادي نخلط المكونات كلها وغادي نوضع الدجاج يترقد لينا في هاد الصلصه اللي حضرت. غادي نخلط الكل جيدا، نحاول ندخل فيه هاد العطريه وهاد المكونات كلها. هنا ممكن انكم تحتفظوا بهذا الدجاج ليله كامله الا كان عندكم الوقت. ما كانش عندكم ممكن يعني تخدموا به ديك الساعه، ماشي مشكل. غير هو كل ما بقى في داك التوابل كتحصلوا على واحد النتيجه زوينه. وغادي نغطي عليه ببلاستيك غذائي. انا هنا غنحتفظ به تقريبا 3 ديال السوايع. غادي نوضعو في الثلاجه حتى يتشرب لينا هذيك الخلطه اللي حضرناها. من بعد ما خرجت هاد الدجاج من الثلاجه غادي ناخد كوكوط او طنجره ديال الضغط اللي تكون ثقيله من الاحسن باش ما يتحرقش لينا هاد الدجاج. وغادي نوضع فيه الدجاج ديالنا. وكيف ما لاحظتوا هنا ما غاديش نحتاج نضيف الماء. وغادي نضيف هاد الخليط اللي حضرناه نضيفوه على الدجاج ديالنا وغادي نسدو عليه. غنضيف كذلك هنا القليل من زيت الزيتون، كذلك هنا غنضيف الحامض المصير. هنا الطياب غياخد ليا تقريبا 30 دقيقة. غادي نوضع فيه زيت الزيتون. تحاولوا في الاول يكون النار متوسطه حتى دوز تقريبا 10 ديال الدقائق ونقصوا عليه نقصوا على هاد الدجاج ديالنا على شمعه، يعني نطيبوا على شمعه حتى يعني يطيب لينا مزيان. هنا من بعد ما سديت الكوكوط ديالي غادي نوضعها على النار كيف ما قلت لكم تكون متوسطه في الاول. تقريبا دوز 10 دقائق عاد باش نقصوا عليها.
هنا من بعد ما طاب ليا الدجاج ديالي غادي ناخد اناء اللي كيدخل الفران، وغادي نوضع فيه القطعه ديال الدجاج ديالنا. راه واحد الريحه البنات كتشهي طالعه من الدجاج، تقريبا كيجي فحال الريحه ديال الدجاج ملي كنكونوا نحمروا فيه. هنا كيف ما كتشوفوا لا الشكل ولا حتى المذاق ديالو كيجي بنين، وطريقه التحضير ديالو ساهله وبسيطه كيف ما لاحظتوا. هنا غادي تبقى لينا واحد المريقه في الكوكوط، غادي نحتفظوا بها على جنب حتى نرافقوها مع هاد الدجاج هذا. غادي ندخلوه الفران وغادي ندهنوه بشويه ديال الزبده حتى يتحمر لينا. نشعل الفران على درجة الحرارة 180. من بعد ما خرجت الدجاج ديالي من الفران ورجع لهذا الشكل هذا، غادي نوضعه في طبق التقديم اللي غطيت هنايا بالقليل من الورق ديال المعدنوس. كيف ما كتشوفوا ممكن تستعملوا الخس الا كان عندكم. هنايا غادي نقاد هاد الدجاج ديالي كيف ما كتشوفوا جا محمر وبنين. حتى الطريقه ديال التحضير ديالو راه سريعه، يعني كيتحضر في واحد الوقت اللي وجيز، كتحضروه في اخر لحظه. هنايا كنقاد في الدجاج ديالنا، وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. رافقته بالصلصه كيجي اكثر من رائع.